عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعيني المنورين من كل مكان، وحشتوني من آخر فيديو عملناه مع بعض. فيديو جديد بيوم جديد إن شاء الله، ربنا يرزقنا خيرها ويكفينا شرها بإذن الله. طبعا ما شاء الله احنا عارفين الشتاء وبيبقى مليان خير كتير، اللهم لك الحمد، ربنا يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال. الفترة ديت الخضار مالي السوق، وبسم الله ما شاء الله رخيص وأسعار جميلة وحلوة وتحفة. حبيت إن أنا أشارك معاكم مشترياتي ونشوف الأسعار مع بعض ونشوف الحاجة وجمالها، واللهم لك الحمد وربنا يديم علينا نعمه ويحفظها من الزوال. طبعا لازم نشكر ربنا دايما على طول، ودايما على لساننا ذكر ربنا ونسمي الله في كل شيء في اي حاجه عامه. هنا كده مبدئيا جبت البطاطس الحمراء، تمام، الجديده مليانه طبعا السوق كلها وجميله وكل حاجه، ولكن سعرها متهاوت ما بين 10 ل 15 جنيه. طبعا ديت حمراء وحلوه وتحمير وتحفه وشيبسي. ايه المشكله؟ كان الراجل بيقول لي ب 10 جنيه، جبت منه كيلو وربع ب 10، فجبت 2 كيلو ونص بال 20 جنيه. ده اول حاجه. هنا ما شاء الله الله اكبر، يعني الفاصوليا يا بنات الخضراء اللهم بارك، صبحه وجميله وتحفه. كان في اسعار في اول السوق ب 15 جنيه، ولكن في اخر السوق كده حبيت ان انا بحب اروح للاخر اشوف الاسعار كلها كامله عامه، فلقيتها ما شاء الله الكيلو ب 10. جبت اول حاجه جبت كيلو، وقلت خلاص هستكفي على الكيلو حاليا، تمام، لاني نفسنا في شوربه خضار وكده، وقلت بعد كده ابقى اجيب تاني يعني واخزن، ولكن قلت لا هي فرصه اجيبها بالمره، فرحت جايبه كمان كيس، يعني 2 كيلو ب 20 جنيه. هنا بقى مبدئيا البسله الخضراء ما كنتش حابه ان انا اجيبها الفتره ديت، لان احنا عارفين طبعا الجديده لسه ما نزلتش، وده كله بيبقى تخزين وكده وثلاجات وكده. ولكن لما لقيت السعر بتاعها قدامي حلو ب 15 جنيه الكيلو، برضك حبيت ان انا اجيب في الاول برضك بتاع السوق من 20 ل 25 جنيه. فلما لقيت السعر مهاود خلاص قلت ما فيش اي مشكله. هنا جبت سمنه جنه نيوزيلندي، بحبها جدا يا بنات، تحفه وجميله جدا في المخبوزات اكتر من الطبيخ كمان، الريحه بتبقى فيها طيبه وجميله وكويسه جدا. جبت ازازه خل. المره دي انا دايما متعوده بجيب بالازازتين او الثلاثه عامه، ولكن المره دي هنا جبت استكفيت على ازازه، لان ما لقيتش النوع اللي انا كنت بحب اجيبه اللي هو السندباد عامه. كنت بجيب الازازه ب 13 جنيه. دي حبوبه برضو كنت بستخدمها هي وزيتونه، بس زيتونه لما غليت ما بقتش اجيبها، فبقيت اجيب السندباد او حبوبه لقيتها ب 15، فقلت خلاص استكفى على واحد. وبم عامل عرض على اللهم صل على حضره النبي، على ازازه الخل هناك، نوع كنت انا بجيبه من زمان بس انا ناسي اسمه حاليا، فعاملين عليه عرض ب 13 جنيه، فقلت خلاص هبعت اجيب من هناك ازازتين وخلاص عامه. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله اللهم بارك، شوفوا المنظر، يعني انا ما شاء الله الخير الحمد لله اللهم لك الحمد. هنا زي ما انتم شايفين جبت كده كرنبتين حلوين بلدي تحفين. عايزه اقول لكم ما شاء الله الله اكبر، كان في اسعار متداوله من 20 لغايه 50 جنيه، تمام، ولكن دي جبتها ب 20 جنيه حلوه وعجبتني. حسيت ان هي هتبقى صغيره، وانا لما اجي بحب اعمل محشي يا بنات بحب اعمل حلتين، حله للغدا اللي احنا هنتغدى فيه في اليوم اللي احنا هنتغدى فيه، وحله لتاني يوم. فجبت كده من واحد تاني واحده صغيره، تمام، صغيره بس يعني تكفي معانا بقيه الحله التانيه. جبتها ب5 جنيه، يعني الكرنبتين دولت ما شاء الله 25 جنيه. تعالوا بقى هنا جبت كيلو مكرونه سباكيتا حاليا، لان دايما لما بحب اجيب مشترياتي عامه ماشي بحب اجيب الاشكال بتاع المكرونات عامه، ولكن انا استكفيت لان طبعا انا صرفت مصاريف كتير الحمد لله يعني، فقلت هجيب كيلو حاليا لغايه اما اظبط كده ميزانيتي، وبعد كده ابدا انزل اجيب تاني الكميه اللي انا عايزاها. فانا جبت حاليا كيلو علشان خاطر كنت محتاره النهارده بعد ما انا رحت السوق وطبعا عملت مجهود وكده، ف لسه هنضف الطماطم واعمل التسبيكات بتاعتي واجهزها وكده، فقلت ايه هشوف لو لحقت هعمل مكرونه هعمل، ما لحقتش فهعمل باذن الله بطاطس مقليه وخلاص من اللي انا جبتها النهارده جنب الحاجات اللي انا هعملها في المطبخ النهارده، تمام. فانا جبت هنا كيلو بس مكرونه استكفيت عليها حاليا. جبت عرض الرز يا بنات الكيلو ب 20 جنيه، تمام، ما شاء الله حبيتها جميله. بصوا يا بنات الحبه بتاعتها حلوه جدا، الكيلو منها ب 20 جنيه. جبت العرض التلاته ب60. طبعا هنا كازيون وبم عاملين عروض على الدقيق اللي هو الاكياس يا بنات، الكيس عامل 18 جنيه الكيلو،
فعلا جميل وتحفة، وكيلو كيلو ميزانه كيلو كيلو. ولكن هنا قلت بالمرة بما ان انا ايه اشتريت، فهجيب بالمرة 2 كيلو حاليا سايب برضو ب 18 جنيه. تمام. فقلت خلاص هجيبه سايب لغايه اما بجيب اللي هو الانواع اللي هي بتبقى متغلفه يعني في كيسه وكده، بتبقى افضل واحلى. ان انا لو قعدتها فتره عامه شهرين، فاهمين يعني، انا ممكن اجيب من دلوقتي لتخزين رمضان ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين. ممكن اجيب دي واخزنه، بس من اللي موجود فين، اللي موجود في كازيون او بيم. بس اهم حاجه تبص على الصلاحيه بتاعتك، علشان لو الاكسباير بتاعها منتهي فما تجريهاش، او قرب ينتهي فما تجيبهوش. تمام كده. هنا بقى دخلت على البصل. سعر البصل كان ما شاء الله اللهم بارك من 12 ل 15. فوانا ماشيه كده بصيت لقيت واحد كان حاطط كده في الكفه كميه بصل حلوين. بصيت عليهم لقيتهم ما شاء الله حلوين، بس الاختلاف بس ان القشره متبهدله. وانا اصلا بحب جدا لما اجي اجيب اصلا بصل، ما بحبش اجيبها اللي هي القشره بتاعتها متكامله، فاهمين، علشان بتبهدل لي الدنيا وكده. بصوا البصل جميل جدا وتحفه ما شاء الله، الله اكبر عليها. جبت الكيلو ب10 جنيه، جبت 3 كيلو تمشيني حاليا الفتره دي برضك. هو كده كده ما شاء الله اللهم بارك، ال3 كيلو بتقعد معايا اسبوعين حلوين ما شاء الله يعني. فالكميه بتاعتهم ايه حلوه عامه. جبت برضك ما شاء الله ملح الملكه دي طبعا جميل يا بنات. هو الكيس ب7 جنيه، ولكن بجيبه عرض ال4 ب20 جنيه، يعني الكيس بيقف عليا ب5 جنيه عامة. جميل ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الجزر هنا طبعا احنا الفترة دي عارفين ان هو غالي، ولكن بفضل الله ونعمته علينا الحمد لله اللهم لك الحمد. لقيت واحدة بتبيعه ب10 جنيه، فجبت ما شاء الله 2 كيلو. قلت لا حلوين، حتى كان نفسي اجيب كمية اعمل جزر بصراحة، مربى جزر، ولكن انا استكفيت على ال2 كيلو حاليا. وقلت لو نزلت تاني ابقى اجيب باذن الله. طبعا احنا الفتره دي يا بنات عايزه اقول لكم الحقوا جيبي الطماطم وخزني الفتره دي، مفيش احسن من كده الفتره دي. الاسبوع اللي فات كان ما شاء الله الله اكبر، الطماطم كان بتجيبيها مستويه، ومش السوى اللي هو يعني تنفري منه او كده، لا المستوي حلو ماشي. كنت بجيب الاربعه ب10 جنيه، ولكن الاسبوع ده كان غلي. في بدايه اول اسبوع في 12 يعني عامه كان غلي، وكان الكيلو ونص بالعشرة. تمام. تنقيتك انتي تعبيه ب6 جنيه. تمام. فانا رحت بصراحه قلت ايه هي فرصه، والله رخصت باقل من كده هجيب تاني. ما رخصتش، فانا كده ايه يعتبر جبت الحمد لله واخزنهم. ودولت مش هستعملهم، اللي انا جبتهم دولت النهارده ان شاء الله انا مش هخزنهم، قصدي مش هستعملهم يا بنات، انا هخزنهم. تمام. ولما اعوز طماطم تمشيني يعني في الاسبوع بتاعي او الاسبوعين بتوع الميزانيه بتاعتي، هشتري عادي من بره. ولكن دولت انا هخزنهم، مش هاجي لميتهم خالص. بس الطماطم ما شاء الله اللهم بارك حلوه، الله اكبر عليها يعني. فانا قلت ايه هعين منها كده حاجه حلوه كده في التلاجة، ناكل منها ونستمتع بيها، وبعد كده افرز الباقي يعني عامه وكده. تمام. دي الشنطه دي اهو فيها مستوي. تمام. جبتها 3 كيلو، جبت ال5 كيلو دول ب15 جنيه. دول كانوا بصراحه هم عاجبني، احمر وجميل يا بنات. هما بيبقوا وش القفص، ان اتهرس من القفص، من وش القفص والكلام ده وكده، ما فيهمش اي حاجه، لحاجات بسيطه جدا هتتشال والدنيا هتبقى تمام. تعالوا بقى مع بعض نخش المطبخ ونشوف احنا ان شاء الله هننضف الطماطم مع بعضينا ونفرزهم ان شاء الله باذن الله. ربنا يعيني ويقويني ان شاء الله، ونكمل الفيديو عامه مع بعضينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بصي يا قلب اختك، قبل ما نحكي عن تعب الست، عايزه اقولك كلمه لكل ست بتسمعني. انتي مش محتاجة تكوني كاملة، ولا مطلوب منك تبقي خارقة. انتي بس بتعملي اللي تقدري عليه، وربنا عالم بنيتك وتعبك. الست في البيت مش مجرد انها بتقوم بواجبها، دي بتمر برحلات محدش يعرفها، تعب وصبر ودموع بتنشف بسرعة، وضغوط بترميها ورا ظهرها علشان البيت يقف. في ست خلفت قيصري، جسمها اتفتح فعليا جرح في بطنها، واللي مش بتعرف توصفه، بس أول ما بتشوف طفلها الوجع كله بيهون، وتقوم بعد كام يوم تتحرك وتخدم البيت كأنها ما كانتش على سرير عمليات قبل كده. وفي ست خلفت طبيعي، عدت على ألم يكسر جبال،
وجع بيعدي على الروح قبل الجسد، لحظات بتشد فيها على نفسها تفضل واقفة، وبعد ساعة وساعتين يوم 3 تمسك طفلها وبتحس ان الدنيا كلها جايلها في شكل حضن صغير. وفي ست لسه ربنا ما رزقهاش، قلبها بيدعي وقلبها متعلق بالأمل، ومهما بتشوف من ستات حواليها بتفضل تقول يا رب، يا رب اسمتك الحلوة وما تتأخرش عليا. والتلاتة دول كل واحد فيهم ست عظيمة، كل واحدة ليها حكاية، وكل واحدة بتتعب بطريقة ربنا وحده هو اللي يعلمها. في كل التعب ده بتيجي بقى الآية الكريمة بتمسح على القلب مسحة رحمة كده، وهي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يا سلام، كأنها بتقول لكل ست أنا شايفاكي، شايفة اللي في قلبك، شايفة تعبك اللي محدش يعرفه، شايفة اللي مستني رزق، وشايفة اللي اتوجعت في ولادة، وشايفة اللي لسه بتحلم. احنا بقى الستات بنقع بس ما بننكسرش، بنتعب بس بنقوم، وبنفتكر ان كل خطوة بنعملها في بيوتنا هي بركة وهي رزق وهي محسوبة عند رب العالمين. نيجي دايما كده نبص للسما وندعي ونقول يا رب، يا رب هون عليها وجعها واشفي جرحها وقويها في تربية ولادها وخلي تعبها في ميزان حسناتها. يا رب عوض صبرها وبارك في صحتها وخلي ولادها قرة عين لها. يا رب ارزقها الذرية الصالحة اللي تفرح قلبها وافتح لها باب رزق جديد وخلي حلمها يبقى حقيقة أقرب ما تتخيل. كل ست خلفت ما خلفتش بتتعب بتصبر، انت مش نسخة، انت حياة كاملة، وتعبك عند ربنا مش بس محسوب، ده مقدس. احنا بقى الستات مش سوبرمان، احنا بشر بنتعب وبنقع بس بنقوم تاني، لان اللي جوانا قوة من عند ربنا. ولو حسيتي يوم انك مش قادرة افتكر الآية برضك اللي احنا قلناها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ربنا عمره ما هيحملك فوق طاقتك، والعوض من عنده بيجي في الراحة وفي الصحة وفي البركة وفي الضحكة اللي بتيجي من غير سبب. لو انتي ست بتسمعيني دلوقتي اعرفي ان تعبك مش رايح هدر، وان شغلك في البيت مش اقل من اي وظيفة، انتي عمود البيت وروحه والبركة اللي ماشية فيه. محدش واخد باله انك بتتعبي وبتتعصبي وبتنهاري جواكي علشان تفضلي واقفة، ويمكن ساعات تقولي هو انا ليه مرهقة كده، وانا ليه؟ بس لما بنلاقي نفسنا بنقوله وبنسأل نفسنا السؤال دوت بنفتكر الآية على طول، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الصبح أول لما بتصحي دماغك بتشتغل قبل ما رجليك تقوم تفكر في الفطار والبيت والغسيل والولاد وطلبات وورق مدرسة، وفي النص بيبقى فيه صوت عالي، خناقات بسيطة عادي، ويوم بيعدي مفيش أي مشكلة، ودوامة مش بتقف لحظة، وتيجي بالليل أكن ما كانش في اليوم دوت فيه أي حاجة، أكن ما حصلش مغامرات في اليوم دوت. وبرغم كل ده بتلاقيكي واقفة على رجليكي بتعملي كل حاجة بحب وبصبر، مش لأن الموضوع سهل، لأ، لأن الست بطبعها بتدي من قلبها وبتحب تشوف البيت رايق وأهلها مبسوطين. في وسط الزحمة دي بقى ساعات بتحس إنها لوحدها، محدش شايف التعب اللي تحت السطح، محدش واخد باله إنها بتتعب وبتتعصب وبتنهار جواها عشان تفضل واقفة. لا، هي قاعدة واقفة، هي قاعدة قصدي فاضية، ما بتعملش حاجة إلا إن هي ماسكة التليفون. طب ما يمكن ماسكة التليفون دوت استراحة محارب بتتنفس فيه بس مجرد إنها تستريح وتقوم تكمل الحرب اللي هي عايشاه. فعلا احنا بنبقى عايشين حرب كبيرة كل يوم، حرب بتبقى دايما نهايتها انك انتي دايما بتبقي منتصرة في بيتك. ما انتي لازم تبقي عارفة ان بعد الحرب دوت هو انتصار ليكي، انتصار لليوم اللي انتي فيه حاربتي فيه وجاهدتي فيه وعملتي كل التعب اللي دايما بنبقى واقفينه كل يوم، وكل يوم هو نفس
الحوارات، وهو نفس التفاصيل اللي بنعملها. بجد شابوه للستات، بجد احنا لازم يبقى في حياتنا حاجات جميلة احنا اللي نصنعها لنفسينا، ما ننتظرش ان اي حد هو اللي يجي يصنعها لنا. لانك لو انتظرتي حد يجي علشان يرسم على بقك البهجة، معلش يا بنات، او على وشك البهجة، فانتي اللي هتخسري. لازم انتي اللي تصنعي البهجة ديت في قلبك وفي روحك وفي كل حاجة فيكي، علشان خاطر تقدري تكملي. الحرب ما خلصتش، ولكن الحرب مستمرة كل يوم، كل يوم بنحارب، وكل يوم بناخد استراحة محارب. مش مجرد ان احنا بناخد استراحة فانا كده ما عملتش حاجة طول اليوم. او انت عملتي ايه؟ عارفين الكلمة دي؟ واخدين بالكم منها؟ احنا اكيد بنسمعها، بصراحة مش بنسمعها على طول، ولكن بيجي يوم كده وبنسمعها كده. بس الكلمة ديت معقدة لينا، بتضايقنا قوي، بتزعلنا قوي. فانتي ما تنتظريش ان حد يدخل على قلبك السرور او البهجة زي ما انا قلتلك. اسمعي البهجة لنفسك، وخدي كده استراحة محارب لنفسك علشان تقدري تكملي. هنا بقى حبيت ان انا اقول لكم الكلام دوت علشان بجد احنا فعلا كنا في فترة، او مازال الفترة دي موجودة، محتاجين فيها باور، محتاجين فيها حد كده يشجعنا، يدينا طاقة، يدينا كده حاجة كده، حافز ان احنا نقوم ونكمل، وان احنا ما نستسلمش للشيطان ان هو يودينا في حتة تانية خالص واحنا عارفينها كلنا، حتة الخمول بقى وحتة الكسل والكلام ده وكده. لأ، قومي كده تشجعي، وقومي روحي شوفي السوق، وقومي اتحركي. حتى لو انت هتروحي السوق بس وتتحركي للسوق لوحدها، صدقيني دوت حافز ليكي، هتتنفسي فيها هوا حلو، هتتحركي وتمشي شوية، هتفكري وانتي ماشية وانتي رايحة السوق. بس الأفضل اذكري ربنا وانتي ماشية رايحة السوق. صدقيني مفيش أحسن من انك انتي وانتي ماشية أو خرجتي من باب بيتك واستغفرتي فيها ربنا وتوكلتي على الله فيها، ومسكتي ولزمتي الشهادة والاستغفار والصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. صدقيني هتخشي السوق، هتجيبي كل السوق معاكي وانت جاية، البركة كلها ربنا هيرزقك بيها. هتلاقي نفسك فرحانة وانت جايبة كل حاجة، وما شاء الله الخير موجود في السوق كتير الفترة دي، وما شاء الله الأسعار مهودة وجميلة جدا. والله يا بنات أنا كل ما بروح السوق الفترة دي بقعد أحمد ربنا جدا، وبشكره على نعمه وفضله علينا. احنا أحسن بكتير من السنة اللي فاتت. وبرضك السنة اللي فاتت كنت بحمد ربنا، مش معناته ان انا لا، كنت بحمد ربنا برضك السنة اللي فاتت، وما ببطلش حمد. الحمد لله اللهم لك الحمد. حتى في أصعب الظروف بحمد ربنا، ما بنساش أبدا الذكر، ما بنساش أبدا إن بحمد ربنا في السراء وفي الضراء. صدقيني الوقت دوت وقت صعب، وقت صعب في اللهم صل على حضرة النبي، في انك انت تسيبي لنفسك ان الشيطان يتملكك. صدقيني قومي كده وتكلمي مع نفسك كده وتحدي وقولي لأ، انا مش هسيبك تتملكني، انا لازم اقوم واعمل واغير حتى من جو الشقة، واغير فرش الشقة، وافتحي شبابيكي كده وخليكي تتنفسي هوا نظيف وحلو، ودخلي الشمس كده في بيتك. ولو الشمس ما بيخشش افتحي الشباك برضو، خلي الجو الشقة بتاعك يتغير. ومش هنقول بقى انه يتجدد بالطاقة، لا 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 لا، سيبك من الكلام ده كله. لاني والله العظيم هم اول لما ضحكوا علينا بالكلام الجديد اللي موجود فيها انك تغيري من طاقتك وانك تعملي جو ليكي مؤثر وي وي، تعالي نرجع كده بايام زمان لما كانت امك وامي وكل ستات البيوت زمان رحمة الله عليهم، لو هم ماتوا او لو هم لسه عايشين ربنا يعطيهم الصحة والعافية، اللهم امين.
كانوا اول حاجه اول لما بيقوموا كده من نومهم يفتحوا كده الشبابيك علشان يغيروا، او البلكونات علشان يغيروا من جو الشقه. دي كانت طبيعه موجوده في حياتهم والله، من قبل موضوع الكلام الجديد اللي بقى يطلع طاقه ايجابيه وطاقه سلبيه وي وي وي. لا، ده كان موجود. ده كان موجود اول لما تقوم كده من نومها اصلا. مش بتشغل القرآن، لا ده هي كانتش بتنام الا على الراديو، اذاعة القرآن الكريم شغال طول الليل. طول الليل وطول النهار دوت اذاعة القرآن الكريم دي ما بتتقفلش، الراديو ده ما بيتقفلش. ولو ما كانش في حد عنده راديو كان بيشغل. اول ما بيفتح التلفزيون الصبح كده كان التلفزيون اول حاجة بيفتح على القرآن الكريم. مش دلوقتي ان 24 ساعة التلفزيون شغالة على افلام وي وي، لا. كان الايام زمان فيها بركة فعلا، كان ايام زمان فيها قواعد احنا كلنا كنا مفطورين عليها فترة كده، كنا كلنا عليها دايركت. اول لما تشغلي التلفزيون الصبح ولسه ما اشتغلش، يعني لسه ما فيش حاجة اسمها ان هو يجيب لك فيلم على الصبح او لا. كان في قيم، كان في حاجات كتيرة موجودة في حياتنا بنعملها. اول لما تفتحي التلفزيون كده تلاقي قرآن شغال في التلفزيون، وبعديها بعد كده بيبدأ يجيب لك اخبار مصر، وبعد كده بيبدأ يجيب حاجات كرتونية للأطفال، وبعد كده على الساعة 1 2 لما يبدأ ينزلك فيلم. كان يوم الخميس بس هو الوحيد اللي ممكن يجيبلك فيلم بدري على الساعة 12 11. فاهمين؟ قومي جددي من يومك، قومي جددي من نفسك انتي، جددي النوايا عندك، عددي النوايا، عددي انك انتي قايمة النهاردة علشان خاطر اولا لله، بعد كده لعيالك اذا كنت بقى من طبخ تنظيف لايا كان ايه. جددي لاصلاح بيتك، جددي لبر وطاعة الزوج. جددي، قومي غيري، قومي كسري اي حاجة. مش هقصد انك تكسري اي حاجة، مش لا لا لا، كسري اي حاجة في تفكير موجود في دماغك. كسري التفكير اللي موجود في دماغك دوت وجددي بتفكير جديد. انا عارفه والله يا بنات انا بكلمكم من قلبي، لان بجد بيجي عليا الاوقات ديت بتحصل معايا جدا، وباجي بقاوم وباجي بتكلم مع نفسي وبجدد وبحاول وبحاول وما زال بحاول. بحاول ان انا ما استسلمش لشيطاني، ما استسلمش ان انا اقع. لا، احنا اقوى من كده بكتير والله يا بنات، بجد احنا اقوى بكتير. سبحان الله، كان في مقولة زمان بتقول لو اعددت ايه، لازم اجيبها لكم باذن الله. الام مدرسة لو اعددت شعبا بكامله ل... مش عارفة ايه في الاعراق كده. المهم يعني لو انت عارفاها فاكتبها لي في التعليق. ماشي. المقولة دي برضو اتنست جدا، لان فعلا احنا عمود البيت، احنا اساس البيت. انتي لو و... لو ما قمتيش، ولا مش حكاية ما قمتيش كمان، انتي لو ما فكرتيش بطريقة مش هقولك ايجابية، لا، بطريقة اللي هي بتاع امهاتنا زمان، صدقيني هيضيع منك وقت كتير، هيتهدر منك وقت كتير، وانتي اللي هتلومي نفسك بعد كده، وانتي اللي هتندمي. فحاولي كده جددي من مش هقولك جددي برضك من طاقتك، جددي من نواياكي، جددي من حياتك. عددي النوايا زي ما انا قلتلك. ما تخليش ان انت وانت بتعملي الحاجه تكون نيه واحده، لا جددي فيها النيه. يا رب انا بعمل الحاجه ديت ابتغاء مرضات وجهك الكريم. يا رب انا بعمل الحاجه ديت تقربا اليك. يا رب انا بعمل الحاجه دي طاعه ليك ولزوجي. يا رب انا بعمل الحاجه ديت علشان خاطر عيالي تدخل على قلبهم السرور، وتحنن قلوبهم على بعض، وتربهم لي، وتبارك لي فيهم، وتبعد عنهم اي مكروه، وتبعد عنهم ولاد الحرام، وتحفظهم لي، وتحفظهم لي وهم بعيد عني، وما اسمعش عنهم اي حاجة وحشة، واشوفهم في اعلى المراكز، واشوفهم دايما مبسوطين، واشوفهم دايما في اماكن مرموقة كده. عددي النوايا، عددي كل حاجة انت حباها تشوفيها في عيالك. الحاجة اللي انت ما شفتيهاش في نفسك اعمليها علشان تشوفيها في عيالك. والله يا بنات انا بعمل كده، انا بعمل كده، انا مش ام شاطره، لا انا بجتهد.
انا بجاهد، انا بحاول، انا بقاوم، انا بنكسر وبقوم تاني، انا بقف عشان خاطر عيالي. لو انت خدتي بالك كده لما بتيجي بتتعبي يوم ولا اتنين انت بتبقي شايله هم عيالك، انت بتبقي شايله هم البيت، بتبقي شايله هم مين اللي هيعمل اكل ليهم، مش بتشيلي هم ان انت تعبانه وتعبك، والله ابدا. بتبقي بتموتي في مرضك وانت نايمه على السرير شايله هم اللي حواليكي. انت عايزه ايه اكتر من كده؟ انت عايزه بقى ايه اكتر من كده؟ ان انت في اعز تعبك ومرضك بعيد عنك وبعيد عن السامعين، يعني ممكن في لحظه تكوني عند ربنا، ربنا يحسن ختامنا دائما كلنا، كلنا ان شاء الله ان شاء الله يعني عامه. ولكن انت كل تفكيرك في عيالك، تفكيرك في بيتك. فانا عايزه اقول لك يعني انت عايزه ايه قوه اكتر من كده؟ انت عايزه ايه قوه اكتر من كده؟ طبعا انا وجعت راسكم بكلام كتير، بس بجد كنت حابه ان انا اتكلم معاكم بصوت عالي فيها، لاني فعلا كنت انا محتاجه الطاقه دي اصلا، مش انتوا. يعني انا الكلام ده كله كنت بتكلمه لي انا، بشجع نفسي انا، بقوي نفسي انا، بعطي نفسي باور وطاقه ليا انا. تمام. فيا رب يكون كلامي خفيف على قلبكم، ويا رب يكون كلامي جميل وتستفيدوا بيه او تحبوه عامه. ويا رب يكون عجبكم اليوم اللذيذ الجميل اللي كان كله حرب دوت، لان فعلا كان في اليوم ده كان حرب جامدة ليا. عايزة اقول لكم رحت السوق الساعة 10 الصبح، جيت منه على الساعة 12 ونص. قلت قبل اي شيء اخش اتوضى واصلي. بعد كده دخلت المطبخ، والله يا بنات اتلهيت في المطبخ ووقفة المطبخ ونسيت صلاة العصر. مش نسيته، لأ، هو راحت عليا، لأني كنت إيه، هخلص الحاجة ديت وهروح أصلي، أهو قربت أخلص وأروح أصلي، قربت أهو وأروح أصلي. الموقف ده إحنا كلنا بنقع فيه. تمام. وبنندم، بنندم لما نسمع صلاة بقى أو أذان المغرب، ونقول أنا ما صليتش العصر، أنا بجد. بتلومي نفسك، بتجلدي ذاتك، والله ده أنا اللي بيحصل معايا. بقعد يعني انا قعدت امبارح، انا اليوم دوت تاني يوم انا كنت بمنتج، والله يا بنات انا قعدت اجلد ذاتي جامد قوي، قعدت اجلد نفسي جامد قوي، وقعدت بقيت زعلانه ومتحسره ان انا الحاجات ديت اخدت من وقتي وما خلتنيش اصلي. لا، وده طبعا غلط، ده مش صح. لا، المفروض كنت سبت اللي في ايدي كله ورحت صليت العصر وجيت كملت. وللاسف زعلت وندمت ان انا ما خرجتش، والعصر والمغرب اذن عليا. وعايزه اقول لكم كنت انا صايمه. تمام. ما فطرتش والله يا بنات، لاني كنت في الوقت ده اصلا لسه ما خلصتش عمايل اكل. في وقت ما انتوا هتشوفوني وانا بحط شوربه الخضار عشان اعمله، هو ده الوقت اللي كان المغرب فيه اذن فيه، يعني كنت لسه بولع عليه. وطبعا البطاطس كنت بقليه، بدات ان انا اقليه لان كان زوجي بيجي على الساعه 6. لقيت مع اول قليه في البطاطس لقيته بيقول ان هو هيتاخر. فقلت الحمد لله، اللهم لك الحمد رب، الحمد لله يعني ان هو هيتاخر في اليوم دوت، علشان خاطر ما كنتش ايه خلصت الاكل والكلام دوت وكده. فرحت بقى ايه، حطيت اول قليه في الطاسه. رحت قلت بقى لا، ده انا هروح بقى ايه اسيب كل اللي في ايدي بقى واروح اصلي المغرب. وبالفعل رحت صليت المغرب. قلت بقى عقبال ما ايه شوربة الخضار يستوي، وعقبال ما القلية اللي في الطاسة البطاطس هي رخرة تتقلي وكده، يكون انا صليت المغرب. وكنت ساعتها جيت بقى ايه كملت بقى ايه ضرب الصلصة والكلام دوت وكده. ما انا لسه ما قعدتش، انا يا دوبك خدت استراحة ليا في ان انا اروح اصلي صلاة المغرب بس، هو دي استراحة المحارب بتاعتي اللي انا اخدتها في اليوم دوت. فاهمين؟ وبعد كده جيت كملت، والعشاء أذنت عليا. بس انا حطيتها في دماغي ان انا